ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من الصفات المذمومة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة والنميمة. الغيبة أن يذكر الإنسان أخا له بشيء يكرهه أو بشيء يؤذيه أو يتكلم عنه بسوء، حتى ولو كان فيه هذه الصفات. يعني إنسان فيه صفة من الصفات، فالآخر يذكر هذه الصفات ويتكلم عليها، لأن النبي قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. حتى ولو فيه الصفات دي، برضه الإنسان لا يجوز أن يتكلم عليها. وإن لم يكن فيه هذه الصفات فقد بهت. هذا هو البهتان والافتراء والكذب، أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الإنسان حتى يبتعد عن الغيبة والنميمة وعن القيل والقال؟ أولا، الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يوقيه شر نفسه، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الشيطان، وأن يبعد عنه الغيبة والنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في دعائه يدعو الله سبحانه وتعالى ويستعين به في كل أمور. ثانيا، الإنسان دائما يذكر نفسه أن هذا الذنب هو الغيبة والنميمة ذنب عظيم يمكن أن يؤدي به إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ من هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي معهوش فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، يعني كل واحد كلم عليه أو شتمه أو ظلمه يأخذ منه حسنات. طيب لو خلص كل الحسنات اللي معاه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن يوم القيامة بعد أن كان معه صلاة وصيام وزكاة وأعمال صالحة، أصبح ليس معه شيء، بل أصبح معه سيئات. لماذا؟ بسبب أو قيل وقال والظلم وغير ذلك. ثالثا، الإنسان دائما يبتعد عن أماكن الغيبة والنميمة والقيل والقال. الإنسان إذا كان جالسا في مجلس وفيه غيبة يجب عليه أن يقوم من هذا المجلس حتى ولو لم يتكلم. واحد يقول: طيب أنا قاعد بس ما أتكلمش، أنا بسمع بس. السامع للغيبة كالمشارك فيها، والسامع كالشاكر. لذلك قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان كل هذه الأمور لو فعلها يبعد نفسه عن القيل والقال وعن الغيبة والنميمة، لأنه ذنب عظيم نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وكذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم.